اول شغلانه اشتغلتها في حياتي كانت من 18 سنه، والناس عاده لما بتشتغل وتشقى وتتعب بيكون عشان حياتهم اساسا، ولكن بيكون في دايما هدف كده سر ما حدش بيرضى يقوله. في مثلا اللي بيشتغل ويجتهد عشان نفسه يلف العالم، في اللي بيشتغل ويجتهد علشان نفسه يعيش في بيت اكبر ويجيب بسين وفسقيه في المدخل، الحاجات دي. في اللي بيشتغل عشان يجتهد عشان نفسه يبقى غني متريش كده في العموم وعايز يخربها. انا بقى هقول لكم على سر عمري ما قدرت اقوله لحد ولا حتى لنفسي، وده عشان انا عمري ما توقعت اني ممكن في يوم من الايام يعني اعيش السر ده في الحقيقه. انا بقالي 18 سنه بشتغل وبجتهد عشان كان عندي اعتقاد مش مؤمن بيه خالص، هو ان في يوم من الايام هقدر اشتري عربيه اكزوتيك. مش عارف ازاي، عربيه من العربيات اللي انت لما تنزل من بيتكم تركبها وتمشي في الشارع كده الشارع يتقلب والناس تقعد تصور والحاجات اللذيذه دي، وكله يقعد ايه ده الحاجات اللي انتوا بتشوفوها اليومين دول. بس ليه فضلت مخلي الاعتقاد ده سر؟ عشان سببين. الاول ان عمري ما حسيت ان ممكن يجي اليوم ان ده يحصل اصلا، وفي نفس الوقت قلت اكيد الحياه فيها حاجات اهم بكتير من اني اهتم بنفسي قوي كده واجي في يوم من الايام اجيب حاجه صعبه زي دي لنفسي. يعني حسيت ان الموضوع كبير عليا. لكن صدقوا بقى ان جه اليوم ده، وتاني زي ما قلت لكم من 3 سنين وانا بفرجكم على 350 زد اول ما جبتها، ان الفضل كله يرجع ليكم. فانا تاني بقول اهو، ويعني قعدتي قدامكم دلوقتي في الفيديو ده واعلاني للي انا هوريه لكم ده فضله بعد ربنا سبحانه وتعالى واهلي هو انتم. فوالله من غيركم فعلا ما كانش في اي حاجه من اللي بتحصل دي كانت هتحصل يعني. فانا بكل فخر وبقولها لكم وانا مش مصدق ان انا بقول كده، يعني ان انا قدرت اعمل كده، اقدم لكم الحاجه اللي طول عمري كان نفسي اعملها من يوم ما اشتغلت. انا جبت عربيه اكزوتيك جديده، ومش بس كده انا كمان بقيت البراند امباسادور بتاعها. وتاني كل ده بفضلكم. انا هعيط، انا يعني ممكن اعيط دلوقتي حالا. انا اشتريت عربيه لوتس اميره وبقيت سفير علامه لوتس في مصر مع عز العرب. وفي الفيديو ده انا هاخدكم في بعض التفاصيل كتيره جدا. الحقيقه انا مش مستوعب ان انا هاخدكم في تفاصيل في قصه زي دي اساسا، لان انا مش مستوعبها خالص. طيب ايه شركة لوتس بقى؟ مبدئيا هي شركة بريطانية عريقة جدا، اتأسست سنة 1948 على ايد راجل عظيم اسمه كولين تشابمان. تخصصها اساسا انها تعمل عربيات رياضية مبهرة. اكتر حاجة تركيزهم فيها هي الهاندلنج والمناورات والوزن الخفيف. وكولين تشابمان ده كان شاطر لدرجة ان الناس اللي فاهمة في مجال العربيات اعتبرته من اعظم من اتقن الهاندلنج او المناورات او التوجيه بتاع اي عربية سبور في تاريخ صناعة السيارات. وما وقفتش على عربيات الركوب كمان، هو اساسا السباقات كانت اكبر اثبات على نجاحه. فريق لوتس في الفورمولا 1 فاز ب7 بطولات عالم، فانتوا فاهمين هم جايين منين؟ يعني الموضوع كبير قوي في لوتس. ووصلوا لمرحله ان شركات عربيات كتيره جدا لوتس ساعدت في التيوننج بتاع شاسياتهم وعفشتهم، عندهم قسم خاص للاستشارات دي. فشركه عريقه جدا وعارفه ازاي تعمل عربيه للي عايز يسوق ويستمتع. خلينا نتكلم ايه هي اصلا اللوتس اميره. اللوتس اميره هي تعتبر بدايه جديده لعصر جديد، لاداره جديده، لتوجه جديد خالص لشركه لوتس. تقدروا تقولوا ان دي يمكن تكون اجمل عربيه شركه لوتس عملتها في تاريخهم، لان هم اساسا النواقص اللي كانت دايما موجوده في عربياتهم اتعالجت كلها هنا. انتوا بتتكلموا في كل حاجه معموله بالتفاصيل، ادق التفاصيل معموله حلوه جدا، من اول تصميم
لبرفورمانس، لتكنولوجيا، لراحه، لبيلد كواليتي، لماتيريالز من جوه وخامات مستخدمه، كل ده اتحط فيه مجهود جبار في الاميره خلاها تروح في حته تانية اصلا لوتس عمرها ما راحت لها. في تفاصيل كتيره جدا ممكن احكيها لكم عن العربيه، بس انا مش هحرق لكم قوي. انا هكلمكم على العربيه الاميره عباره عن ايه او مكونه من ايه. انتوا بتتكلموا في عربيه شاسيه الومنيوم، موتور في النص بكرسيين وبتسين مانيوال او اوتوماتيك. العربيه بتنزل طبعا بموتورين مختلفين، واحد 6 سلندر 3500 سي سي سوبر تشارج بيطلع 400 حصان و430 نيوتن، وفي موتور تاني 4 سلندر 2000 سي سي توربو من AMG بيطلع 360 حصان مع فتيس دول كلاتش 8 نقلات. طبعا العربيه عشان شاسيه الومنيوم فوزن خفيف جدا، بتتكلم في حوالي 1400 وشويه كيلو. لوتس مشهوره بده، اللايت ويت والوزن الخفيف. تجربه سواقه مختلفه جدا، وبحلاوه ان ما كانتش كمان اجمل من التصميم اللي قدامكم ده. لكم ان تتخيلوا ان عربيه زي دي بالتصميم ده وبالتجربه دي وبالارقام اللي قلت لكم دي، انتوا مش هتستوعبوا العربيه دي خدت لوتس وراحت بيها على فين غير لما تشوفوها قدام عينيكم. ناس كده ممكن تسال ليه اللوتس اميره؟ ليه اخترت اللوتس اميره؟ مبدئيا هي دي العربيه اللي ورايا، دي مش عربيتي، مش عايزكم تتحمسوا، انا لسه هاخدكم في رحله الاوردرنج، انا بطلب اكزوتيك لنفسي، انا مش مصدق. دي اللي ورايا دي عربيه البريس بتاعت الصحافه، فبوريها لكم بس ان شاء الله اللي هنجيبها مع بعض هتبقى فيها شبه من دي مع اختلاف الالوان مثلا، ولو ان والله الاحمر حلو يعني، انا مش عارف. المهم انا ليه اخترت العربيه دي بقى؟ انا زي ما حكيت لكم انا طول عمري نفسي اجيب حاجه كده، بس طبعا الحاجات اللي شكلها كده وان العلامه بتاعتها عامله كده بتبقى باسعار خزعبليه. الاميره بقى لما شفتها انا دماغي نورت. عارفين اللمبه اللي بتنور دي؟ براند اكزوتيك عريق، عربيه مبهره، ديزاين يلوح، بيرفورمانس وصوت خطير، ببادجت ممكن يتظبط. فكل العوامل دي خلتني اول ما شفتها اقوم على حيلي كده واقول الله انا هشتغل على ده ولا ايه؟ جه الوقت ان انا اخد الخطوه. زي طبعا اني اصلا بحب جدا التميز في العربيات، انك تبقى راكب حاجه مختلفه، واني اتحد انا وعلامه لوتس مع بعض. دي حاجه لو كان جه حد حكاها لي من ال 18 سنه اللي حكيت لكم عليها ما كنتش هصدق اصلا. فانا حاليا تحت تاثير الصدمه دلوقتي، بس انا بس حبيت افهمكم انا اخترت اميره ليه، واوضح لكم ان العربيه دي دي عربيه البريس مش بتاعتي، بس احنا هنعيش بقى مع بعض الاوردرنج بروسيس. انا بطلب الاكزوتيك دلوقتي فمحدش يكلمني. طيب هو البراند ده ناوي على ايه في مصر؟ خليني اقول لكم عشان القصه دي كلها حصلت ازاي اصلا. علامه لوتس اصلا بقت في مصر رسميا عن طريق توكيل عز العرب، هو بقى الوكيل الحصري ليها، وهيكون في صاله عرض كبيره جدا هتتفتح ومركز خدمه كامل متكامل لكل حاجه ليها علاقه بالعربيه. والاخبار دي كلها الحقيقه انا لما عرفتها انا اتحمست، يعني جاني حاله حماس شديده لدرجه ان لقيت نفسي قمت وبحفرك وبكلمهم وبتشقلب لغايه ما لقيت نفسي قاعد القعده دي قدامكم جنب القمر اللي ورايا دي. انا العربيه دي حصل بيني وبينها كونكشن غريب، وكان بجد بطل يحصل لي الكونكشن ده مع كل العربيات تقريبا. يعني من الاخر رجعتني احاسيس العيال الصغيره لما كنت عيل صغير وتشوف عربيه كده هتموت عليها، وبجد دي حاجه كان بقالي فتره كبيره جدا ما حسيتهاش من زمان، هي العربيه دي رجعتها لي. فالفتره الجايه هتعيشوا معايا تجربه انا نفسي اول مره اعيشها، من اول الاوردر والسبيك لنطلع المصنع في انجلترا افرجكم عليها وهي بتتعمل، لكمان الموديلات الجديده اللي هتيجي مصر اصلا جنب الاميره. ليله كبيره قوي بقى، يعني انا اكتر حاجه بسطاني في الموضوع ده كله ان انا هشاركه معاكم، فانا سعيد. يعني انتوا في حاجات، في قصص جايه. طيب ايه اللي جاي بقى وتتوقعوا ايه دلوقتي؟ اي حد فيكم بيتفرج على الفيديو ده في اللحظه دي اول ما الفيديو نزل، انا هكون فين دلوقتي؟ انا هكون دلوقتي موجود مع لوتس وعز العرب في حفل الاطلاق الرسمي بتاع البراند بتاع لوتس في مصر، وهنكون احنا الاثنين بنتكلم وبنعلن عن خطط لوتس الفتره الجايه وخطط عز العرب للوتس الفتره الجايه من موديلات جديده وللاميره وين الشراكه اللي هتحصل ما بيننا وبين بعض. فاي حد عايز يتابع بقى التفاصيل دي اللي هي بتحصل حاليا وانتم بتتفرجوا على الفيديو، فتقدروا تروحوا على كل الاكونتات بتاعت السوشيال ميديا بتاعت عز العرب على فيسبوك وعلى انستجرام او السوشيال ميديا اكونتس بتاعت لوتس، تخشوا تبصوا على كل الحاجات اللي بتحصل وتتفرجوا على الستوريز وتعرفوا ايه اللي بيحصل، عشان دي حاجه انا حابب ان انا اشاركها معاكم ونفسي كلكم كنتوا تبقوا موجودين فيها. وفي نهايه الكلام انا في ناس كتيره جدا ساعدتني ان انا اعمل الموضوع ده، والناس دي شكرتهم واحد واحد بنفسي، لكن الفيديو ده انا عامله مخصوص ليه؟ علشان اشكركم انتم. والكلام ده مش كلام فيديوهات بس، هو بجد الدعم اللي انا خدته منكم على مدار السنين اللي فاتت دي كلها هو اللي وقفني الوقفه دي مع عربيه زي دي في حاجه انا ما كنتش احلم ان انا اعملها اصلا. فالموضوع ده بتاعكم وبسببكم، والعربيه دي
ان احنا هنعيش مع بعض، ومبسوط ان انتوا هتعيشوا معايا التجربه اللي انا مش متخيل ان انا هعيشها دي، ان انا اطلب عربيه زي دي واعمل الستاك بتاعها وكده. تعتبروا ان العربيه دي بتاعتكم قبل ما هي تكون بتاعتي. فانا سعيد ان احنا هنشارك التجربه دي مع بعض، وعايز اشكركم بجد واحد من قلبي، لان انتوا السبب في تحقيق كل السعاده ليا في الحاجات اللي زي كده. فشكرا، وهنعيش مع بعض بقى تجربه مع لوتس وعز العرب جميله جدا السنين الجايه.